كل واحد فينا عنده حاجة عايز الناس تعرف. احنا دلوقتي بنعرف من السوشيال ميديا دي ليها 3 مفاتيح، هنقدمها في 3 فيديوهات سريعة وبسيطة. شوفها وجرب، هتكتشف قد ايه السوشيال ميديا بتقدم لنا فرص. هنسمي الراجل ده سمير، ونفترض انه في اسيوط. سمير بيعرف يعمل منتج كويس بيمشي في السوق. حط فلوسه في مشروع يكسب منه، بس اتفاجئ ان المحل بتاعه مش ماشي، رغم انه قريب من الجامعة وقريب من المستشفى الجامعي. المحل في شارع جانبي، محدش بيعدي عليه. سمير كان عنده علامتين استفهام في الموضوع ده، واجابتهم نورت له. السؤال الاولاني: مين الجمهور اللي اقدر اوصل له؟ والاجابة: نوعين. الجامعة من ناحية وليها وقت، والبيوت من الناحية التانية وليها وقت. بعد ما سمير صنف جمهوره كان لازم يجاوب على السؤال اللي بعد كده. في الصبح لازم يراعي إمكانيات الطلبة، ويكون عنده عروض بأحجام وأسعار تناسبهم، ويعمل دعاية في جروبس الجامعة وبطريقة تعجبهم وتقدم لهم معلومات عن النشاط بتاعه. لكن بالليل الطلبات أحجامها مختلفة، والخدمات المطلوبة مختلفة، والجمهور ده محتاج دعاية في تجمعاته يوم الجمعة أو يوم الحد. انت بتكلمنا عن الاعلام، مالنا احنا بالفطير وسمير وميكي؟ فكرة التصنيف دي بالذات مشتركة بين كل المنتجات، سواء أكل أو منظفات أو إعلام، من مجلة ميكي وسمير لغاية ديسكفري وناشونال جيوغرافيك. المنافسة القوية في عصر السوشيال ميديا زودت أهمية تصنيف الجمهور. لو وزعت مجهودك على كل الناس أو وجهته لناس مش بتستخدم السوشيال ميديا، مش هتقدر تنافس في أي حتة. وانت بتدور على جمهورك بص من الشباك، ما تبصش في المراية. اسأل نفسك ايه اللي عندك تقدمه ومين ممكن يهتم بيه، وخد الموضوع خطوة خطوة. عم يقولوا لك ستيب باي ستيب. الوصول لجمهور مهارة. أي مهارة محتاجة 3 حاجات: تدريب وممارسة وتقييم مستمر. أي مشروع أو فكرة من العيادة للبقالة لغاية المصنع تنفع مادة للتدريب. نقي مشروع أو مبادرة لحد تعرفه. جهز أفكار للسوشيال ميديا واعرض عليه تنفذها من غير مقابل. خلي نفسك طويل، جرب انت واصحابك تعملوا مبادرة في حاجة بتحبوها علشان تديكم دافع للاستمرار، وشوف ازاي هتستخدم الموبايل والكاميرا والابس علشان تنجح فكرتك. قيم ادائك بالترافيك، بس الترافيك مش معناه كتير، معناه انه نسبة معقولة من الشريحة اللي انت عايزها. دي مثلا كلوزد جروب بتستهدف اللي عايزين يشتروا حاجة، فكرة حلوة جدا. البوست العربي مثلا عايز يوصل لشريحة بتدور على مهارات عملية وعلى تبادل خبرات. لو عامل صفحة على فيسبوك تقدر تشوف فيسبوك انسايت وتعرف مين الجمهور المهتم باللي بتقدمه وإيه اللي همه. لو عندك موقع تقدر تعرف نفس المعلومات من جوجل أناليتكس. بس تفضل أهم حاجة قد إيه جمهورك بيتفاعل معاك. إزاي تخلي الجمهور يتفاعل معاك؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو الجاي. ما تنساش تقرأ الديسكريبشن اللي تحت الفيديو، هتلاقي فيه لينكس لكل حاجة اتذكرت فيه، وهتلاقي فيه معلومات تفصيلية أكتر عن كل حاجة اتذكرت فيه. لو الفيديو عجبك، لايك وشير لحد تاني يمكن تعجبه الفكرة ويستفيد منها. شكرا وبالتوفيق.